الشباب، شباب 25 يناير، شباب قام بثورتين، شباب سجن رئيسين، يعني الرئيس اللي جاي لازم يسمعهم. تعالوا نشوف طلبات الشباب ايه. طبعا ان شاء الله الاستقرار، الامن والامان، الحريه طبعا، وان هو يسيطر على الارهاب اللي بيحصل في البلد، وباذن الله يعني انا اتمنى ان يكون السيسي هو الرئيس. اتمنى ان هو يكون طبعا الحريه موجوده ويتقدم بالبلد لقدام ويحافظ علينا كشعب. سؤال محرج شويه، لو الرئيس اللي جاي جه، هل هتفضل قاعد على القهوه؟ لا اكيد. طب ليه قاعد دلوقتي؟ عشان مفيش حاجه نعملها. ما عندكش شغل؟ لا. دورت على شغل مش لاقي؟ مفيش حاجه تناسبني لان بدرس في الجامعه، فمفيش حاجه توفر. لسه طالب. ربنا معاك. صراحه هو اساس الدوله التعليم. دلوقتي ان الجهل انتشر جامد قوي في البلد، دلوقتي بقى في محو اميه ومفيش ثقافه ومفيش علم، واحنا دلوقتي عندنا الاول ان مفيش فرص عمل، يعني شغل عمل. انا دلوقتي في كليه اعلام، فطب انا اعمل ايه؟ دلوقتي انا بابايا خارج مصر، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فعشان كده انا قاعد على القهوه. لكن طبعا لما ان شاء الله الرئيس الجديد يمسك ويوفر فرص عمل للشباب، طبعا احنا مش هنقعد القعده دي، لان طبعا احنا زعلانين من القعده دي طبعا. طب انت شايف انه هيقدر يوفر فرص عمل للشباب كلهم، ولا الشباب هو اللي لازم برضه في نفس الوقت يدور على حاجه يعملها، يبتكرها، يبتديها؟ الشباب هو اللي يدور، من راي الشباب هو اللي يساعد في الموضوع ده. طبعا الشباب لازم برضه لازم الشاب يعني مننا عامه لازم برضه هو اللي يدور ويسعى برضه عشان يلاقي. اصل زمان كان كل الناس تقول لك انا مش لاقي شغل والحكومه لازم تلاقي لي شغل. هل الشباب دلوقتي بيفكر بهذه الطريقه لسه؟ هو في كده وفي كده يعني، بس هو عامة يعني مش كل حاجة نجيبها على الحكومة يعني، ما احنا كمان لازم نتعب ولازم نجتهد ولازم ندور عشان نلاقي. يعني ربنا بيقول لك اسعى يا عبد ونسعى وراه، يعني ما ينفعش نبقى قاعدين على القهوة مثلا ونيجي نقول عايزين شغل. لا ازاي يعني؟ لازم يعني هم يفتحوا المجال واحنا بقى بايدينا ان احنا نعمل كل حاجة بس نلاقي شغل. السلام عليكم. ممكن اقطع عليكم الطاولة؟ طيب بما انك انت بتلعب طاولة، تقول ايه للرئيس اللي جاي؟ تطلب منه ايه او مستني منه ايه؟ يوفر لنا الامن والامان ويوفر لنا فرص عمل للشباب. طيب انا عايز اسالك سؤال وخلينا صراحة مع بعض. انت قاعد على القهوة دلوقتي، لو الرئيس اللي جاي انت بتطلب منه ان فرص عمل ويجيب لك عمل، طب يجيب لك عمل ازاي وانت قاعد على القهوة؟ مش هقعد على القهوة لو في شغل. انت مستني ان هو اللي يجيب لك شغل، ولا انت اللي المفروض تسعى على الشغل وتدور؟ انا بسأل. مفيش شغل خالص. فانت اهم حاجة بالنسبة لك ان فرص العمل للشباب تزيد. شكرا. الاهتمام بالنظافة بالطريق سواء كانت عشوائية او مش عشوائية، ده المفروض يتوفر لأي حد. العيشة الكريمة. ده اكيد لازم كل مواطن يبقى عنده عيشة ويلاقي الشغل اللي بيلاقي في نفسه ويبقى الناس مهتمة بيه، مش زي دلوقتي في شغل مثلا بس صاحبات الشغل الاعمال الخاصة والشركات الخاصة يشتغل عندهم 3 سنين يتعبوه قبل ما يثبتوه. ده اذا ما كنت شربت من الجيش وتعبت. طيب بلاد بره مفيش حاجة اسمها تثبيت، في حاجة اسمها طول ما انت بتشتغل انت فوق راسنا، مش هتشتغل تروح. ايه رأيك في الحاجة دي؟ ما هو لازم طبعا، اللي مش هيشوف شغل ما يشتغلش. احنا عشمانين فيه انه يهتم بالصعيد ويهتم بالناس الغلابة ويشوف الناس دي قاعدة ليه. عايزين الناس تحس بينا، عايزين واحد يحس بينا. احنا والله العظيم وصلت المراحل ان احنا بنبات يعني الحمد لله عشمانين في ربنا، بس برضو ده سبب ممكن يبعت لنا الرئيس ده عشان يخاطر انه يهتم بالناس الغلابه. ما هو ربنا بيقول برضو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ماشي اسعى يا عبد. انت مثلا دلوقتي قاعد على القهوه، ما بتدورش على شغل ليه؟ والله صلى على النبي، انا غصب عني. هتقول لي ما دورتش، اقول لك دورت مره واثنين وثلاثه وعشرة. انا جاي من سوهاج على فكره ومش لاقي، مش عارف اعمل ايه، بس انا عايز اكل لهم حلال، عايزون يهتم بينا، يا ريت يهتم بينا. تطلب ايه من الرئيس القادم؟ اطلب انه يوفر لنا كل حاجه اتحرمنا منها الفتره اللي فاتت دي، وفرص عمل للشباب. زي وضح لي شويه. زي الديمقراطيه، نعبر
حريه مطلقه شويه، ما من غير الهتافات والازعاج والمناشدات اللي بتحصل. نخلينا عقلانيين اكتر من عاطفيين. تمام، يعني غير ما كان بيحصل ضرب وحرق وهدم والكلام ده كله، لازم يكون في حاجات تانية نتعود عليها. طب انت شايف ان الضرب والحرق ده جاي من ايه؟ ده جاي من الجهل ولا من الفقر ولا من قلة التعليم؟ هو اكيد طبعا هو فقر، بس مش فقر ماديات، هو فقر يعني تعليم، تربية وحاجات كتير. بس هل التربية دي الرئيس هو اللي اديها لك ولا البيت والمدرسة مثلا؟ وحضرتك المدرسة دي تبع الحكومة، فالتعليم فيها مش زي الدول اللي بره، فاحنا هنا لو عملنا مثلا من البيت ومن المدرسة هتبقى فيه طبعا، هيبقى فيه من الحاجات التانية اللي لازم تطلبها التعليم والتربية تبقى احسن وفرص التعليم احسن. تمام. مستوى التعليم لازم يبقى راقي شوية عن ما هو موجود دلوقتي. تمام، يعني طلباتك عيش، حرية، عدالة اجتماعية. اكيد طبعا، طلبات الشعب كلها. طيب شكرا. السلام عليكم. ازيكم يا شابات؟ قولوا لي، هطلب كل واحدة منكم تقول لي تطلب ايه من الرئيس القادم. اهم حاجة بالنسبة لك عاوزة تطلبيها منه او يهتم بيها ايه؟ يعني هو في حاجات كتير، بس ممكن التعليم يعني والصحة، يعني عشان برضو حالتها في النازل خالص. بس يعني والامن برضو، لان احنا يعني ما اقدرش انزل الشارع مثلا متاخر دلوقتي خالص، هخاف طبعا ان انا انزل بالليل كده. تنزلي متاخر ليه؟ لا عموما يعني هخاف امشي لوحدي، يعني لازم يكون بابايا او خطيبي اي حد معايا. مش زي الاول طبعا، ما اقدرش امشي لوحدي في الشارع وابقى ماشيه مطمنه على نفسي. تمام. هو الامن والمستشفيات طبعا تتطور وكده، هو الصحه. الامن والطب او الصحه. وبرضه التعليم برضه. والتعليم. بس كده. انت ايه طلباتك من الرئيس القادم؟ ان حال البلد يتصلح، دي اول حاجه. ازاي؟ ان يعني الناس اللي هي ما عندهاش اي شغل المفروض ان هم يشتغلوا، ماشي. والامن المفروض يستنوا الحكومه تطلب منهم يشتغلوا؟ لا، المفروض هم يسعوا ان هم يشتغلوا طبعا، ماشي. لكن طب ايه رايك في الناس اللي بتقول انا الحكومه مش لاقيه لي شغل، انا قاعد في بيتي؟ لا، هو مستني بقى الشهاده بتاعته انها تعينه، لكن هو لازم ينزل يشتغل اي شغل عشان خاطر يقدر ان هو يعني بعد كده مثلا بعد كده اكيد هيلاقي شغل برضه بشهادته، بس لازم ان هو يكون عنده خبره. تطلب ايه من الرئيس القادم؟ اهم حاجه العداله لما تتحقق اكيد الوطن هيمشي كويس، وهتبقى الحياه في مصر حياه كويسه جدا، وهنبقى من الدول المتقدمه ان شاء الله. قصدك تقول تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، ده العداله اللي انت شايفها؟ القانون ده حاجه نبص للشعب اللي هو تحت الطبقه الفقيره، دي اهم حاجات موجوده. الناس الشعب الطبقه المطحونه دي اهم حاجه، لو اي رئيس مهما كان لو كسبها بلدنا هتتقدم جدا. اشكرك. شكرا. نحافظ على البلد يعني يحافظ على البلد ازاي؟ يعني يبقى في امن شويه قانون الطوارئ اللي كان بيتطبق ده ما يتطبقش دلوقتي. انا واحد ماشي من غير بطاقه بس مصري، ما بعملش حاجه غلط، ان قابل كمين وبتاع طب انت ايه رايك في الحاجات اللي بتحصل في البلد؟ هل التفجيرات والضرب بالرصاص والحاجات دي لازم له حظر تجوال ولا لا؟ ولا هو المفروض كلنا نبقى ايد واحده وكلنا نحافظ على البلد. يعني دلوقتي بتلاقي في متقسمين الاجزاء في البلد، اللي ماشيه بقى الاخوان واللي ماشيه بقى العسكر واللي كان ولا كده ولا كده. طب ليه ما كلنا واحد وكلنا نحافظ على البلد وكلنا نعمل عشان خاطر البلد تبقى احسن واحسن؟ ما ينفعش واحد يمشي تبع الاخوان ويروح يحط قنبله في جامعه الدول، يحط قنبله في ميدان لبنان، يحط قنبله في منطقه سياحيه. ما ينفعش ان احنا نبقى شعب منقسم. بالظبط كده، ما ينفعش. فالمفروض كلنا نبقى ايد واحده. ليه افجر مكان عشان خاطر الرئيس بتاعي مشي؟ طب ما نستنى الرئيس الجاي يمكن يكون رئيس احسن ويعلي البلد ويوصلها لحاجه. كلنا نفسنا نبقى مصر رقم 1 على مستوى العالم. مفيش حد نفسه يبقى رقم 2 أو 3، او احنا في الجيل الثالث يعتبر. تمام. تطلب ايه من الرئيس القادم؟ اطلب اللي هو يكون يعني بيحب البلد، هو اصلا لازم يكون بيحب البلد عشان يمسك البلد، مش اي حد عايز سلطه يجي يقعد يمسك البلد.
بس انا بطلب اللي هو لو حب البلد هيحب يعمل كل حاجه في البلد. طيب انت شايف اللي بيحب البلد ده علشان يوصل بالبلد دي او يتقدم بيها في الوقت ده المفروض يركز على ايه قبل ايه؟ يركز على الامن، ويركز ان الناس ما تبقاش منقسمه زي دلوقتي زي ما حضرتك قلت من شويه، ويركز ان هو ازاي ينمي اقتصاد البلد اللي وقع خالص الايام اللي فاتت. بس مش مستنيه منه حاجه، مستنيه ان هو يعدل البلد دي لان حالها واقع خالص. ما انت لو مش مستنيه منه حاجه مش ممكن تكوني يعني مستنيه انه يغير البلد منه غير ان هو ينهض بالبلد دي لان البلد هينهض وقعت بيها خالص. ازاي في رايك؟ ايه لازم ياخد في باله كل من مجال، في كل المجالات كلها. طب يبتدي بايه؟ ما دام في مجالات كتير قوي هيبتدي يبتدي بايه ولا يبقى ايه؟ بحكومه كويسه ويبقى واثق من قراراته، مش عايزين زي مرسي لما كان قراراته ويقول قرار ويرجع فيه. بس وضوح. اكيد. بس كده. هو تشكيل الحكومه هي اللي هتشكل البلد دي كلها. بس الحكومه مش هتبقى لوحدها، هيبقى في مجلس شعب كمان لان هو اللي هيصدر القوانين وكل حاجه. اكيد بس يعني لازم الاول الحاجه الاساسيه الاول، لازم الاساس عشان نقدر نبني البلد.